السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير يا رب. هنعمل معاكم فلوج جميل جدا وجولة حلوة جدا في مول الصياد بلازا وفي دمياط. بس لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تنزلوا تحت الفيديو تشتركوا في القناة، وهيظهر لكم الجرس. فعلوا الجرس الكل علشان يوصلكم كل جديد ويوصلكم اي اشعار بفيديو انا انزله. وكمان اعملي لايك للفيديو ده، وهنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكربات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكربات. صلوا عليه. دلوقتي هنعمل جولة بقى جميلة جدا في المول. وده كده كانت في مدخل المول وانا بصور. احنا كنا لسه داخلين من البوابة ولقيت عاملين الديكور بتاع رأس السنة. طبعا احنا مش بنحتفل برأس السنة ولا حاجة بصراحة، بس حبيت اصور لكم المنظر، يعني كان حلو. وحبيت اصور لكم الديكورات دي حلوة جدا. ما شاء الله شكلها جميل، وكل كان قاعد يتصور اصلا هناك. فقلت اشارك معاكم الفيديو بالمنظر ده كده في الاول، علشان ايه يدخل لقلبكم السرور. ربنا يجعلها سنة خير وسعادة عليكم يا رب. دي المحلات في مول الصياد ده. احنا كده في الدور الاول كده بقى بنلف علشان نوصل للسلم. هنطلع ان شاء الله ايه، طالعه الدور التالت. فهصور برضو معاكم كده وانا طالعه. فدي المحلات بقى، كل حاجه موجوده هناك، كل المحلات اللي تتخيلوها يعني. اللهم بارك. جميله جدا دوت مول الصياد على البحر. طلعت انا بقى طبعا على السلم كده، هوصل بقى للدور التاني. هستنى اختي هناك. كانت اختي يعني معايا، وكانت بتجيب حاجه يعني وطالعه هتحصلني. فصورت لكم برضو الدور التاني كده من بعيد. دي المحلات. وكمان ده الديكور اللي معمول، يعني في كل دور معمول فيه حاجه جميله كده يعني شكل. وفي محل هناك بيبيع الشجره وبابا نويل والحاجات دي طبعا. بصراحة احنا مش بنعمل الحاجات دي يعني في بيوتنا، ومش بنحتفل يعني كمسلمين يعني. بس عادي يعني، حابة اتصور معاكم واشارك معاكم ال... المنظر، يعني كان حلو بصراحة. عجبني الاحتفالات اللي هم عاملينها هناك، يعني بادئين الاحتفالات بدري جدا. حبيت اشارك معاكم بس وان شاء الله الفيديو يعجبكم. وهنمشي بقى كده لحد ما نوصل للمحل اللي احنا عاوزينه، واخدكم جولة في المحلات. فتابعوا معايا الفيديو علشان تشوفوا المحلات قد ايه جميلة، وفيها كل جديد وفيها كل حاجة. فساتين العرايس، اطفال، اولادي، سوريهات، كمان خروج، يعني كمان الطرح، الميك اب، شبابي. بصوا كل المحلات اللي تتخيلوها موجودة، يعني شايفين. انا حبيت اجيب طبعا جزء الميك اب يعني ده، لان هو يعني ايه حاجة كده تخص اي بنات بيعشقوها. فجبت ده السواريه. دي محلات العبيان. كمان دوت بيتي. ده فساتين. وفي تفصيل، في محلات تفصيل هناك كمان. ده كمان كان هنا بقى كده الكافيتريات. وده الدور بتاع اللي كان فيه الكافيتريات. وكان في ايه، محل كريب كده وحاجات. وكمان في ملاهي هنا يا جماعة، بس طبعا ما وصلت لهاش يعني لان كنا مستعجلين. ده المحلات اهي. طبعا الشتوى اسعاره ما شاء الله، يعني عايزه اقول لكم ايه فظيعه. ده السواريه. دي طرح والبندانات يعني. كده احنا وصلنا محل ابن سلمان. وده المحل اللي احنا ايه داخلين فيه. ده الشتوي هناك بصراحة تحفة جدا. هو شتوي كاجوال شبابي
وستات كبار يعني، وعبايات، وفيه برضو قسم السواريه برضو للخطوبة وللمناسبات وكده. بس جميل جدا. انا بصراحة متعاملة مع ابن سلمان من زمان، وبشتري من هناك اللبس هناك جميل، والخامات بتاعته حلوة قوي، وكمان لبس المحجبات عنده حلو قوي، يعني العبايات والعبيان بتاعة الخروج والحاجات دي جميلة جدا، والدريسات، وهتعجبكم. كده احنا خرجنا بقى، هننزل تاني. وكمان ايه، نرجع بقى، نروح المحل التاني اللي هو ايه، سنتر اي اتش بتاع البيتي. بس هو سنتر اي اتش في مكان تاني، كان في باب الحرس، وهناخد مواصلة كده وهنوصل لحد هناك. كده دخلنا السنتر اهو، اللي هو اي اتش اللبس البيتي. سنتر اي اتش موجود في باب الحرس. هناك اللي بيروح يعني بيسأل عليه ممكن حد يوصل له بكل سهولة. طبعا هناك الدفاية بتبدأ من 100 جنيه و50 جنيه. هناك دفايات ب50 جنيه، والعباية البيتي ب100 جنيه. اه والله العظيم اسعار جميلة جدا بصراحة. انا جبت من هناك بيتي. انا كنت رايحة عشان اجيب بيتي اصلا، مش هجيب خروج، يعني اختي اللي كانت بتجيب خروج. بس بصراحة اللبس عجبني جدا. دوت عبايات اهي ب120 جنيه، اللي هي مش قطيفة، اللي هي الخامة التقيلة دي مش قطيفة برضو. يعني العباية دي كمان مش قطيفة، بس ذوقهم حلو خالص. القطيفة كمان اللي هي الاستقبال المطرزة ب120 جنيه وب100 جنيه. الترنجات ب100 جنيه برضو وب120 جنيه. 170 جنيه أغلى حاجة. أغلى حاجة هناك ب170 جنيه، لأن ده محل جملة. ده محل بيبيع جملة لأصحاب المشاريع يعني، وأونلاين وكده برضو. يعني أنا عملت لكم برضو رقم التليفون، علشان اللي محتاجة يعني حاجة برضو تشتريها لنفسها أو لبيتها، أو عايزاها أونلاين لو هي شحن أو كده، بيوصلوا لأي مكان. شفتوا الترنجات وحلاوتها وجمالها. عايزة اقول لكم والله العظيم الاسعار انتم لن تتخيلوها خالص. يعني بصراحة تحفة وجميلة، يعني تستاهل الدعم. وكل الدعم لمدام امال عطية صاحبة السنتر. انسانة خلوقة جدا وجميلة، وفعلا كان استقبالها جميل. وقالت لي صوري اما بضحك وبهزر معاها وبقول لها يعني علشان القناة مش عارفة ايه. والاسعار جميله وكده، فقالت لي صوري. لا، وقعدنا نتكلم سوا كتير، فطلبت مني ان انا اصور، وانا طبعا ما اتاخرش عنها. فانا صورت لها المحل، وكل الدعم لها بجد. انسانه خلوقه وجميله جدا، واسلوبها حلو. وكل اللي عاوزه تبدا مشروع صغير ممكن تكلمها، وهي فعلا هتساعد الناس كتير جدا اللي هم عاوزين يبداوا مشاريع وحاجات صغيره كده اونلاين ويبيعوا كده. يعني ربنا يوسع على الجميع يا رب. انا بقولكم كمية الشغل اللي في المحل. وكمان كانت عاملة عروض حلوة، بتعمل عرض اليوم الواحد كده، بتخفض ب30 جنيه على القطعة، وبال20 جنيه وبال25 جنيه. طبعا دي نسبة جامدة يعني. اما هي تخفض عباية مثلا ب135، هي ب135 جملة، وتبيعها ب100 جنيه، فكده جميلة جدا. لو اول مرة بقى تشوفي القناة ووصلتي معايا لحد هنا، انزلي على طول تحت الفيديو، حطي لي لايك للفيديو علشان يوصلك كل جديد، واوريكي اماكن تانية كتير ان شاء الله. طبعا كل الدعم بقى لنا كده، ودعمونا عشان القناة تكبر وتوصل يعني للناس. لازم تعملي لي لايك للفيديو. اللايك ده بيرفع الفيديو يا جماعة. الدفاية دي ب50 جنيه اللي انا بورالك الكروهات دي، والعباية اللي كانت جنبها دي العباية ب100 جنيه اللي هي المطرزة. فالحاجات بصراحة والله وهم يعني، بصراحة جميلة جدا. ودي البناطيل الجينز والباجي وكل الالوان بقى، والدفايات اللي هي الرجالي، وترنجات. دي القسم الرجالي يعني بصراحة مليان مليان. والحريمي بقى ما شاء الله اللهم بارك، يعني عندها اللانجيري، وعندها ال الاطفال برضو، وعندها الاطفال البناتي. ده اطفال اهو بناتي بوريهولكم. كل ده جملة برضو يا جماعة. ومن أول قطعة، من أول قطعة بتبيع بالقطعة برضو جملة. يعني ما شاء الله بجد. الحاجة جميلة جدا. أنا برضو حبيت المكان ده، وبروح أجيب منه دايما يعني.
بوريلكوا العباية دي كانت هي ديت اللي ب100 جنيه. الوان منها بقى كتير. طبعا احنا كنا برضو عشان ما اجيبش الناس اللي واقفين، ما شاء الله المحل كان مليان. شايفين برضو ده ترنج بناتي، وده عباية. كل حاجة كانت متوفرة وموجودة بصراحة، وكانت جميلة جدا. يا رب الجولة بتاعتي تكون عجبتكم، ولو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش بقى اللايك، وكمان تدعمونا باللايك والاشتراك، عشان مش هنكبر غير بيكم ونوصل لأكبر عدد. كمان يعني القناة بجد المشاهدات فيها وحشة جدا، فأتمنى ان انتوا ترفعوا لي الفيديوهات شوية باللايك، وما تبخلوش علينا بيه. يعني هي حاجة بسيطة وعمل كده بسيط، يعني اما تحطي لايك لأي فيديو، لأي واحدة منزلة فيديو، ده عمل بسيط جدا بتقدميه وبتساعديها بيه ان هي الفيديو بتاعها يكبر ويوصل لأكبر عدد. اتمنى ان شاء الله ان القناة تعجبكم، وان شاء الله هننزل فيديوهات ان شاء الله اللي جاية يعني تبقى احلى واحلى. ويا رب الجولة بتاعتي تكون عجبتكم. يا رب اكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم في الجولة، واي سؤال عن المكان وهو فين او كده ان شاء الله انا هرد عليكم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى